الزواج في زمن الصحابة سهلوا الحلال فأصبح الحرام صعبا، وفي زماننا هذا صعبوا الحلال فأصبح الحرام سهلا. في زماننا يتقدم شاب فقير ومستقيم لخطبة فتاة فلا يوافق عليه، ويتقدم شاب غني وفاسق فيوافق ويقول لا مشكلة سيهديه الله. لماذا لا تقولون عن الفقير سيرزقه الله؟ أليس الهادي هو نفسه الرزاق؟ وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على اختيار الزوج الصالح صاحب الخلق والدين، مؤكداً على معيار أساسي في اختيار الزوج، حينما قال في الحديث: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فمن كان صالحا في دينه وخلقه حقق لزوجته السعادة في الدنيا والآخرة. وفي الختام نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وإلى لقاء آخر مع موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.